انا في سوق الجمعه. ما تيجي نشوف اغلى فرد حمام موجود في السوق نوع ايه وبكام؟ بس ما تنسوش اللايك والشير. اغلى فرد حمام في السوق او عندك في السلاك اللي موجود هنا دلوقتي ده قطاطي. قطاطي؟ ده ذكر قطاطي. تمام. زي ما حضرتك شايف كده، ده العظم المليان بتاعه. تمام. ده عنده قد ايه الاول؟ ده اسكندراني، ده عنده سنه. ده لسه مخلص يعني. اللي بيقيم الفرد ايه بقى؟ قول لي مواصفاته. طبعا اولا طوله، هو ده برضو قصير شويه، فاهمني ازاي؟ اولا طوله وعظمه لازم يكون مكلتم. تمام. والرقبه دي لازم تكون بيضه كده سوداء. يعني وريني كده اللي انت زي الرقبه دي كده. زي ما حضرتك شايف كده. المفروض دي تبقى بيضه خالص. تمام. والطاقيه سوداء اللي هي الدماغ دي كلها. تمام. والطول بقى بتاعه في منه بقى، ده يعتبر محلاوي. بكام بقى انت مقيمه بكام؟ ده عامل 600 جنيه. نوع ايه بقى؟ صافي. ايه اللي يميزها بقى؟ يعني انت قول لي بقى المميزها. اللي بيميز عامة الصافي، انا مش هنتكلم بقى على الطير، احنا هنتكلم على اللي بيميز الصافي عامة. ماشي. تمام. كل صافي ليه تقاليب معين، يعني ده مثلا صافي حجري. ماشي. بيميزوا ايه بقى؟ ممكن العين البكمة، العظم، عرض العظم الصافي، عرض عظم الراس، قرب الفرد الحمام من الارض، العظم يبقى قريب من عينه. هو بقه شكله كده؟ هو بقه شكله كده، وفي بيبقى حاجات اعرض واحسن من كده كمان. والله ما شاء الله. كل ده بيحدد سعر يعني. دي في باب الصافي ما نقدرش نقول ان دي احسن حاجه، لا، في احسن من كده وفي اجود من كده وفي حاجات اعلى من كده كمان. طب بالنسبه للريش بتاع الجناح بيبقى يفرق في القصه دي؟ الريش بتاع الجناح ما يفرقش في يعني القصه غير الطول بتاع فرد الحمام. الطول ده يعني في ناس بتقول الطول، ناس تقول لك عليه العظه. تمام. هي الفرد الحمام دي فيها طبعا نمر ناقصه. نمر ناقصه. ماشي. عن فرد الحمام دي مثلا عظمها بعيد شويه عن عينها، طويله شويه عن الارض. ماشي. قصيره شويه. قصيره شويه. اتفضل يا باشا. قصيره شويه. تمام. النمر دي لو كامله فيها بتحول فرد الحمام مثلا من المستوى اللي هو المتوسط للمستوى العالي. بنايده دول. وريني واحد كده طلعه. اسمه بنايده؟ حلو. قول لي بقى مواصفاته ايه البنايده ده؟ مواصفاته قصره. هو كل ما يبقى قصير يبقى احسن؟ احسن. ده الناس بيقولوا الحمام يبقى طويل يبقى احسن. لا، ده قصر. ده قصره احلى. ده قصر. عظميته، دماغه، شرابه. يعني ايه تقليب بقى؟ تقليب عالي. هو ده تقليبه قصير. بقه، دماغه، اللي هي مواصفاته يعني. وضربات عينه. ما شاء الله ما شاء الله. ده عمره قد ايه؟ ده سنه. ابن سنه. كل ما يبقى صغير احسن ولا كل ما يبقى قصير يبقى احلى. قصير. والعظم يبقى ملموم احلى. زي كده مثلا. نتايته اقل منه شويه. دي نتايته؟ طب اقفل السلاك. لا ما تخافش. عادي. ده طويله سنه. عظميتها مبحبحه سنه. بس هي اموره برضه. شكلها حلو قوي. تمشي معايا. شكلها حلو ما شاء الله، لا قوه الا بالله، يعني ربنا يحفظها لك. طب انت بقى بتقيم سعرهم بناء على اللي انت قلته ده؟ حلو. انت بتبيع الاثنين مع بعض ولا واحد لوحده؟ الاثنين مع بعض. لازم يطلعوا مع بعض. دول قص. بكام بقى دول؟ ب 2000. ب 2000 جنيه. ب 2000. والناس بتيجي تفاصل فيهم؟ فيهم فاصله برضه. خلي بالكم انا بتعلم معاكم برضه، يعني هم بيقولوا معلومات انا ما اعرفش عنها حاجه لان انا مش غاوي حمام، بس الناس اللي غاويه اكيد فاهمه الكلام اللي بيتقال ده. تعالوا برضه ندور كل سلاكه كل بيسموها سلاكه اللي هي الحاجات اللي بتحط فيها الحمام دي، فكل واحد عارف السلاكه بتاعته فيها ايه. انا عايزين نشوف اغلى فرد حمام في السلاك. هو الفرد السكري دوت اللي هو الصواف. نطلعه بقى. قول لي مواصفاته او تقليبه زي ما انتم بتقولوا هنا في السوق. بسم الله. اسمك كريم الاول؟ جمال عبد العال. حبيبي يا حاج جمال. طب كام سنه غاوي انت؟ لا بقى لي اكتر من 20 سنه. ما شاء الله. قول لي مواصفات بقى فرد الحمام ده. ده فرد شاب لسه بخير وما اشتغلش، وفي نفس الوقت طوبه حلو وعظمه قاطع، مفيهوش عظم، وعينيه بيضه في نفس الوقت. عينيه بيضه دي بتفرق في السعر؟ تفرق. حلو. يعني عينيه بيضه ولسه ما اشتغلش، ما خدش التالت. يعني ما اشتغلش يعني ايه؟ لسه ما خدش التايه، ما اتجوزش. ما اتجوزش يعني. لسه شاب عازب. لسه شاب. ما شاء الله عليه. على وش عمره قد ايه بقى؟ هو ده لسه ما كملش سنه، ده على وش شغل. هو الفرد عند ما بيطلع بيقعد 4 اشهر ويشتغل، لما بيكون زغلول بيطلع بعد 4 اشهر بيشتغل، بيخلص ريش يشتغل. وانت قلت لي سكري؟ يعني الحته اللي حوالين الرقبه بتاعته دي
ما شاء الله. انت بقى بتتمنه بكام؟ هو ده اخره مطلوب فيه 3000. فرد ولا جوز؟ فرد واحد. فرد واحد. تعالوا نشوف بقى الناس اللي بتبيع، هو جاي يبيع ايه؟ فالناس كتير قاعده بتبيع. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ بتبيع ايه؟ بتبيع ايه؟ ايوه ايه نوعه؟ ما كله حمام، احنا في السوق كله حمام. تشرب بندق. ازيك لو عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ السلام عليكم. تشرب بندق. طب طلع لي واحد كده قول له مواصفاته ايه؟ انت دول بيبقوا في العش عندك زياده وانت جاي تبيعهم؟ لا دول طالعين عنده. طالعين عندك؟ دول طالعين عنده. حلو. دول اباطهم فوليات. قول لي بقى ده نوع ايه؟ ده فولي. اسمه ايه؟ فوليات. فوليات. علي صوتك كده بس. ده فوليات. ايوه حلو قوي. ماشي. ده فوليات واخد من اللي هو القشر بندق. طلعه قدام كده عشان نشوفه في الكاميرا. ده اسمه فوليات. ايه اللي يميزه بقى؟ قول لي مميزاته ايه؟ العظمه والعين والجسم والتقليب بتاعه. التقليب بتاعه والعظم والعين والجسم. واسره وطوله. لا هو مش طويل. هو مش طويل. ده يبقى واخد من حاجه. تمام. طويل واخد من حاجه، لكن ده قصير. يعني ده على ابوه يعني ده على ابوه. ما شاء الله. مش واخد من حاجه. بتبيعهم جوز ولا فرد؟ لا قص. لازم الاثنين مع بعض. قص يعني اثنين. بكام بقى؟ رقم انت 400. 400 جنيه. هو واخوه ده. هو ده الدكر. دي النتايه اللي انا كنت لسه مقلبها. ما شاء الله. وده الحلس. ودول ايه بقى؟ ايه الحلس؟ ده حلس. وده برضه بقص بيتباع قص؟ في منه بيتباع دكوره وفي منه بيتباع النتايه. بس انت جاي بعت قص ده. حلو قوي. عشان هم واخدين بعض بس. واخدين بعض. لكن ما يخسروش فيا، لكن لو بعت النتايه او بعت الدكر كده انا خسران فيهم. ما شاء الله. العشه بتاعتك فين؟ ضرب الاحمر. مش هيطير؟ لا صوروا كده احسن. ماشي. قول لي بقى عمره قد ايه ده؟ هما اتنين مع بعض ها؟ دي البنوت. يا سلام ده شكلها حلو قوي. دي البنوت. الدكر ده مستورد اهو. مستورد. هو ده اصلا مش مصري؟ لا مش مصري. مش فرد ده. الدكر اوروبي الدكر ده. بسم الله ما شاء الله. بيتميز بقى. بيتميز بأسر رجله ماشي، والوقفه العدله والكرك العالي. انما بيطير في السماء عادي؟ لا ما بيطيرش. ما بيطيرش. الزينه ما بيطيرش. الزينه بس. الزينه ما بيطيرش. اخره يعلى 2 متر. والله اخره يعلى 2 متر. ما شاء الله لا قوه الا بالله. بكام دول بقى انت عايز تبيعهم؟ نفس دول انا بتكلم فيهم 3.5. 3.5. 3000.5. روايه الحمام دي يعني جامده جدا جدا، والناس اللي غاويه بيبقوا في حته تانية خالص، فما شاء الله عليهم يعني. حبيبي انت بقى غاوي ده فراخ؟ فراخ. ما شاء الله. اغلى فرخه هنا ايه؟ بالنسبه هي الانواع كتير. واخد بالك ده براهما كله، كل حاجه وليها حاجه. اسمها براهما؟ براهما امريكي. امريكي. قلت لي الديك ده غالي ليه بقى؟ الديك ده عشان تقليبه حلو ومستواه حلو برضه. ما شاء الله. طبعا الديك مكور قدام منك اهو التقليب بتاعه. بكام ده؟ ده عامل 1200. 1200. ودي ايه دي؟ ده فراخ فرعوني. فراخ فرعوني؟ دي مصرية؟ ده افريقي. افريقي. امريكي. والديك ده امريكي؟ ده امريكي برضه. كل ده نوع واحد. هو ليه الديك الفرنسي مشهور بالديك الفرنسي؟ والله هو دلوقتي انسى كل ده فرخ في مصر. كل ده اتفرخ هنا. الحاجات دي بقت كل دي مصر خلاص. ما شاء الله. نعم. الاصل ده عامل 2000. اي حد عنده فرنه وعرس يتفرج بقى على الفيديو ده. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. اسمك كريم ايه؟ ابو هشام. قول لي بقى ازاي لو واحد عنده عرسه ولا فار يقضي عليهم ازاي؟ عرسه ولا فار؟ ده وده. عرسه عندي سم. وريني كده. تحطه على اي اكله عندك، عظم فراخ، رجول فراخ. فين هو السم؟ ده انت اللي عامله ولا جايبه كده؟ لا انا اللي معبيه. انت اللي معبيه؟ ده يتحط على عظم الفراخ؟ يتحط على عظم فراخ، رجول فراخ، كبده فيها دم، لحمه فيها دم، او حته سمك. ياكلوا الفار؟ ياكلوا الفار. العرسه تموت. العرسه تموت. والفار فين؟ والفار عندي سم من غير يعني العرسه غير الفار؟ العرسه غير الفار. يعني لو الفار كل اكل العرسه ما يموتش؟ هيموت. بس هو دي مخصص للعرسه بس. الفار فين بقى؟ الفار اهو. حلو. ده ايه دي عباره عن ايه؟ ده حبوب. حب يتفتح ويترمي في الارض من غير اكل من غير حاجه. طب ياكل منه الفار يموت. طب افرض حد يعني حمامه كله
لازم تخلص الكيس او كيسين بس. والله انما الفار ياكل في بس يا اي حبيبي، كميه بس يا صغيره. بابا. لا ما اي يحصلوش كميه حاجة. صغيره ما يحصل، لازم يخلص الكيس كله. لازم يخلص الكيس كله. طب في حاجه تاني؟ في كان عندي عجينه بس خلصت. خلص. عجينه كده بتبقى قرص مدور كده يتفتح ويترمي في المكان ياكل منه الفار. طب ده لما الفار ياكله يموت في اي حته ولا يموت في مكانه؟ ده بيموت في نفس الوقت على طول، ما ياخدش وقت كبير قوي. اقصاها يعني بياخد اقل من يوم يكون الفار. حلو. الازاز دي فيها ايه بقى؟ ده رش للنمل والصراصير والاكلان والبراغيث. ده 25 جنيه. رش ده للنمله. نمل وصراصير. يعني حطها ببخاخه ما خففهاش؟ لا ده زي ما هو كده، ده محطوط اكتر من ماده على في الازازه دي. يبقى فوله يقعد قد ايه؟ يقعد اقل حاجه 3 شهور. 3 شهور. والصراصير فين؟ ما هو ده نمل وصراصير مع بعض. ده صراصير اهو برضه. ده نمل وصراصير بس عبوه صغيره وعبوه كبيره. ما شاء الله. ايه ده بقى؟ ده فار اسمه فار هامستر. اشيله؟ شيله. ده بالزينه. ده غير الفار اللي احنا عارفينه خالص. ده فار تربيه، ده فار بيتربى. بيتربى في البيت. بتبيعه انت برضه؟ من ساعه ما نانسي عجرم الله يسامحها رقصت معاه وطبلت معاه سعره رفع في السعر جامد قوي. يعني كان بكام وبقى بكام؟ كان اقصاه كان ب 50 جنيه. ماشي. النهارده وصل ل 150 جنيه وال 250 جنيه. ده بعد نانسي عجرم. بعد نانسي عجرم. لا ده حلو قوي الكلام ده. حبيبي تسلم ايدك. انت منين؟ انا من حلوان. ده انت بلدي يا عم، ما انا من حلوان. تسلم ايدك. بص عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. عامل ايه الاول؟ الحمد لله. اجدع ناس الينويه. الله يخليك. اسمك كريم ايه؟ بركات يا غالي. قول للناس بكام؟ ب 5 جنيه. كتكوت ب 5 جنيه. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ ماشي. قول لي بقى الكتاكيت الملونه دي ايه؟ انت الملونه؟ والله صح. والله انا ملونه. والله انت جميل. عشان الاولاد تفرح كده الكتكوت ده ايه اللي يخليه يعيش وايه اللي يخليه يموت؟ السقعه بتموته، لو دفيته يعيش. لو دفيته يعيش. يعني ناخدهم في الصيف اكتر من الشتاء؟ في الصيف اكتر من الشتاء. ولو خدته في الشتاء لازم اعمل له بقى لمبه والكلام. لمبه فوق منه كده عشان يدفيه. ما شاء الله. بياكل ايه الكتكوت؟ علف ناعم زي ده. اكيد اكله معاك انت. جايب لهم العلف عشان ايه؟ يبقاش حرام علينا. ما شاء الله عليك. هذا كله بتصور بالصلاه على النبي. هي ده بقى الكتكوت ده بيبقى ايه في الاخر؟ فرخه بيضه ولا حمراء ولا ايه؟ لا فرخه بيضه. فرخه بيضه. بس كده انتهت جولتنا في سوق الحمام. يا ترى في يوم من الايام انت ممكن تربي حمام؟ قولوا لي في التعليقات.